السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي جد رائعه كنحضروها في رمضان. هي المعسلات، تبارك الله كتجي المذاقه ديالها لذيذ، اللي هي الاسم ديالها بوشنيخه. رائعه جدا ولذيذه، وكتكون واحد الكميه اللي هي هائله تبارك الله. شوفوا معايا تبارك الله، هنايا محمره. نتمنى تجربوا على الطريقه ديالي حبايبي، مفيهوش بزاف ديال المكونات. نبداو على بركه الله في التحضير. وهنا بعد ما حضرت ليها المكونات غادي نحتاج الطحين. عندي هنا واحد نص كاس ديال جوجلان محمر مع 2 معالق ديال النافع وحبه حلاوه حبيبي. المهم كدير واحد النكهه بحال كيف ما كديروا في الشباكيه. انا طحنتهم هنايا. صافي ضروري هنا كيداروا فيهم باش كيجيب واحد المذاق اللي هو لذيذ. انا كندير ليها القوام ديالها بحال الشباكيه، كيجيو لذاذ احسن يعني من غير الحليب وبدون ما تكون مقومه. غادي نضيف لها كذلك معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الكركم حبايبي. يعني هي مكوناتها جد بسيطه، ما غنديرش لها السكر في العجينه نهائيا. هنايا ضفت لها معلقه ديال الكركم ومعلقه ديال القرفه. كيجيبوا الكركم واحد اللون اللي هو جميل، مع القرفه كتعطي واحد المذاق. ضروري ما تضيفوهم فيها، ضروري كديروا القوام ديالها بحال الشباكيه بحال شويه ديال الملحه. حيت انا ما غندير لها لا سكر لا والو، غير شي شويه باش كيجي هذاك المذاق. غادي نضيف ليها كاس ديال الزيت وكاس ديال الزبده ضروري. هنا انا ما عنديش الماء الورد، غادي نضيف ليه غير الروح ديال الورد، الماء الزهر عفوا حبايبي. غادي نضيف ليها غير الروح ديالو. ضفت له هنايا واحد المعلقه ديال النشا، وضفت هنايا عندي حبه ديال الفاني، وعندي هاد الخميره ديال الحلويات 10 غرام. حتى هي غادي نضيف وحده، صافي وحده. هنا مكونات تبارك الله راها بسيط جدا، ولكن كتجيب المذاق ديالها رائع. انا غادي نضيف لها هنا الروح ديال ماء الزهر نقيطات. انا ما عنديش هنايا العادي كنعجن به، ولكن هاد المره هذه عندي غير الروح ديالو فهو كافي. 3 نقيطات كافيين. وهنا يا حبايبي غادي في الاخر غادي نضيف داك الكاس ديال الزبده. غادي نبسسها واحد شي شويه، غادي نسانج معاها بالماء عادي، الماء بارد. انا غنضيف ليها واحد المعلقه ديال الخل. وصافي هنايا غادي ندلك العجينه عندي بشي شويه، غادي نبسسها مزيان حتى كتخلط لي الزبده والزيت مع بعضياتهم في داك الطحين المكونات اللي درت. عاد غادي نعجنها بالماء بشويه بشويه حتى كتجمع لي. خص العجينه ديالها تكون قاصحه باش رطبه، باش نتحكم في العجينه ما نخليها ترتاح بحال المسمن، باش ديك الساعه ما تقطع لي لا العجينه لا والو. هاد الطريقه هذه راه رائعه جدا للعجين. تقدروا ديروا حتى شباكيه، خاص العجينه ديالها تكون مرخيه باش ما تقطع، يعني باش ما تكونش جاريه عندكم فاش تكرسوها. شوفوا هنايا هاد اللعيبه راه كتعطيها دور. فاش كتبسوا العجينه في البدايه كتكون هذا الحلوه مرمله، كتجيكم مرمله. صافي هنا غادي نعجنها بالماء عادي من الصنبور حتى كتجمع لي العجينه. صافي غنخليها ترتاح، نقطعها ونخليها ترتاح. ضروري حبايبي تعطيوها الوقت.
صافي هنا بعد ما العجينه عندي ارتاحت واحد الساعه غادي نقطعها بحال هكذا قطع، وغادي نديرها في اي بلاطو اللي غيكون مدهون او حاطين في بيسيلوفون باش نقدر نخلي العجينه ترتاح على خاطرها وترخف، حيت ما هي كتكون العجينه قاصحه خاصها تاخذ وقتها. صافي هنا نقطعها بحال هكذا، يعني تقدروا ديروها كويرات او ديروها على شكل طولي كيف ما بغيتو، يعني الاحسن على شكل طولي باش ملي كتسرحوا ما كتعذبكمش. فانا بعدا غادي نقطع العجينه، غادي نسرحها، غنجمع العجينه اللي عندي كامله غندير هاد القطع هذا ونخليها ترتاح، ومن بعد ديك الساعه ملي غنسرح العجين غادي نحبش نخليها تسرح على جوج ديال المرحلات باش نبغي نديرها تلقاها ساهله ما تعذبنيش. صافي هنايا غادي نجيبها في الرخام وندهنها بشويه ديال الطحين ونسرح ديك الساعه عندي هذه مزيان ضروري. هنا عندي تبارك الله العجينه كترتاح كتمشي وتجي بسرعه، كتكون في العجينه قاصحه. صافي هنايا كنخليها ترتاح حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونضيف ديك الساعه بجوج عادي ما كاينش مشكل. انا كنسرح انايا هنا بعد مرات بجوج من بعد ديك الساعه كنسرح 3 4 وكنعقب نعاود نسرحهم مع الثاني باش كنلقاها ساهله وكتكون العجينه يعني ما كتقطويها شحال من مره ما كتقطعش. بالنسبه لي عند الماكينه غتجي ساهله. انا بعد ما سرحتها قطعتها جوج ديال القطع دهن بيناتهم نشا بحال هكذا وجبت قطعه فوق قطعه وصافي. ديك الساعه ضروري تكون بيناتهم نشا باش كتفتح من الداخل. صافي وكنصد ليهم دوك الرويسات مزيان. هنا اللي عنده قطعه ديال الرزيزه راه غادا تجي ساهله جدا ما غاديش تعذبوا. صافي وكنشدهم بحال هكذايا حتى غادي ندير معكم هنا شحال من وحيده قدامكم صافي بحال هكذا وكتلصقوهم بحال هكذا مع بعضياتهم. خاصهم يكونوا مفتوحين على بعضياتهم وتكون بيناتهم ديك النشا باش ملي يطيبوا يتنفخوا، وكذلك باش ما تكون في العجينه يعني مع بعضياتهم يكونوا معجنين. وصافي هنا بعد ما كملت العجينه اللي عندي كامله انا هنا سخنت الزيت وحطيتهم متقلاو وحنا غادي نحمرهم بزاف ما غادي نخليهم يعني عاديين، غادي نخلي لهم واحد التحميره اللي تكون عاديه ما كيجيش اللون ديالهم كحل. بعد ما كنحطهم في العسل تيكون حمر، خاصهم ما يكونوش حمرين بزاف، نقصوا لهم البطاط تخليهم يطيبوا على خاطرهم باش تكون النار عاليه وما يطيبوش ما يتحمروش. شوفوا معايا تبارك الله هنا راه كياخذوا داك اللون ديالهم الذهبي. صافي فوق غادي نحطهم انا في العسل اللي هو غادي يكون بارد ما هما تيكونوا سخن. العسل راه ضروري ما غادي يسخن، مع كل مره كتحطي فيه غادي يسخن. شوفوا معايا تبارك الله هذه اول طيبه طيبتها رائعين جدا. صافي كنحطوا عليهم جوج البيض، تقدروا تضيفوا عليهم اي حاجه اللوز افيلي او تضيفوا عليهم اي حاجه من فوق ما كاينش مشكل، تخليهم هكذاك عاديين ما كاينش مشكل. صافي انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله عقب نتلاقاو. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديالهم حبايبي، وديروا اشتراك للقناه وفضلا وليس امر. ونتمنى تعجبكم باش نخلي حتى اسمعكم اليوم في قناتي. تبارك الله هنايا بقات لي كميه اللي قليله ونكملها. تبارك الله هنا طلعت لي واحد الكميه اللي هي وفيره جدا، وتبارك الله الشبكه ديالها وهلا ونفترض خدات مني نهار كامل، ولكن تبارك الله خرجت لي واحد الكميه اللي هي هائله ولذيذه يعني كتعجب الدار عندي بزاف.
وهذا هو الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، تحضروا هاد الفيديو ديالكم بصحه وراحه للجميع، ورمضان كريم على الجميع يا رب، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا على جميع الامه الاسلاميه يا رب. هاد الوصفه ديال اليوم تبارك الله راها رائعه جدا، وضروري كتكون هي او الشباكيه في رمضان، ضروري كتكون اغلبيه هي شباكيه يا بوشنيخه. ضروري المعسلات اللي كيجيو رائعين جدا، تقدروا تشربوهم مع الحريره او مع الشربات، بالانواع ديال الشربات كيجيو تبارك الله لذاذيه. بصحه والراحه للجميع. ما تنسوش الاشتراك للقناه فضلا وليس امرا حبيبي.